مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمريناتي. معكم محمد شاهين، ويلا بينا نكمل كلامنا عنك كمدير. الحلقة اللي فاتت حضرتك كنت مدير في مكانك مع تيمك القديم، واتكلمنا ازاي تبدأ الرحلة معاهم. النهاردة بقى هنتكلم لو حضرتك اترقيت وبقيت مدير في مكان تاني أو قسم تاني غير القسم بتاعك، وده وارد برضه. فاكر نصيحة الحلقة اللي فاتت لما قلت لك إنك في الأول ما تعملش حاجة؟ المرة دي بقى النصيحة هتختلف شوية. اللي تعمله إيه؟ اعمل عبيط. الكلام ده اتقال لي من واحد من المديرين السابقين ليا قبل كده، وبصراحة جابت نتيجة مبهرة معايا على الأقل، فأنا هقولها لك وإن شاء الله تجيب معاك نتيجة أنت كمان. اعمل عبيط، بس مش معناها إنك تبقى عبيط فعلا. اعمل نفسك عبيط. المقصود هنا إنك تخلي الناس تطلع اللي جواها، وتحاول تقنعك إنهم فاهمين شغلهم عن طريق إنك تعمل عبيط. فاهم حاجة؟ اتلخبطت صح؟ طب تعالى أفهمك. في دراسة شهيرة جدا بتتكلم عن إن الناس بطبيعتهم مش بيبادروا إن هم يدوا المعلومة من نفسهم، خصوصا في مكان العمل. حتى بعد ما يتسألوا عليها بشكل مباشر ممكن ما يدوهاش كاملة. لكن لو نفس السيناريو حصل في إطار إنهم يصححوا معلومة غلط لشخص تاني، هتلاقيهم بيفتحوا على البحري ويستفيضوا في الشرح بشكل مثالي. المثال التاني كان عن مبرمج كان كاتب بوست بيقول فيه إنه لقى طريقة عبقرية تخلي الناس تقول له على كل حاجة تخص أي حاجة بيسأل عليها. تقريبا كان على موقع ريدت او جيت هاب، يعني موقع من مواقع الحاجات اللي ليها علاقه بالبرمجه يعني. فبيقول ان هو بيسال سؤال معين عن مشكله قابلته في شغله، فبيلاقي الناس مش بترد عليه، او بيلاقي ردود قليله او ردود مش اللي هي مش مدياني الحل كامل. فالباشا عمل ايه بقى؟ عمل اكونت تاني على نفس الموقع، ودخل من الاكونت الجديد رد على نفسه في البوست الاصلي بتاعه، وقال اجابه عبيطه كده ملهاش لازمه او اجابه غلط او اجابه مش كامله او حاجه زي كده، ودخل نام. صحى لقى نص الموقع ردد على الإجابة العبيطة اللي هو ردها من الأكاونت الفيك عشان يصححوا العبط اللي قاله. ده بس تأكيد للكلام اللي قلته لكم من شوية. يعني من الآخر حضرتك لازم تذاكر وتعرف القسم الجديد بتاعك ده بيعمل إيه اللي مطلوب منك، إيه اللي مطلوب من تيمك، تعرف التاسكات بتاعتهم، ويا سلام لو تعرف بتتعمل إزاي. على الأقل فكرة عامة عشان ما تبانش مش عارف، لأن الناس ممكن تستغل ده استغلال سيء جدا للأسف. قرب من السينيورز اللي عندك في التيم الجديد وافهم منهم الدنيا ماشية ازاي. طمنهم انهم ليهم وضع خاص لانهم ناس قديمة، بس برضه ما تحسسهمش انهم فوق زمايلهم. العبها صح. لازم تعمل ميتنج تطمن فيه الناس انك مش جاي تقلب حياتهم جحيم ولا تغير طريقة شغلهم ولا ان الحياة هتنقلب رأسا على عقب زي ما بيقولوا. من قبل الميتنج دوت كمان من ضمن مذاكرتك انك لازم تكون عارف ارقامهم كويس جدا، او التارجت بتاعهم، او ادائهم او انتاجهم عامل ازاي، وتشوف الشهر اللي بعده الدنيا اتحولت بقت ايه. لقيتها زي الشهر اللي قبله او احسن، تمام، خليك متابع، ما تتدخلش، الدنيا ماشيه كويس. لو تفتكروا زمان قلناها ايه؟ الله ينور عليكم. الحاجه اللي شغاله ما تلعبش فيها. لو لقيت الدنيا بتقع هاتهم تاني، اسالهم ايه اللي حصل، هل في مشاكل، ايه اسباب ان الارقام تقع الشهر ده مقارنه بالشهر اللي قبله. خليهم فاهمين انك عارف اللي بيحصل ومتابعه، بس من غير مايكرو مانجمنت. وهنبقى نتكلم في المايكرو مانجمنت دي بشويه تفصيل في حلقه جايه ان شاء الله. من الاخر عشان ما تتوهش مني، اعمل عبيط في الاول وفاجئهم بعد كده انك صاحي ومدقدق وفاهم. ساعتها مش هقول لك انهم هيخافوا منك، لا، بس هيعملوا لك الف اعتبار. انك كنت ساكت في الاول لما كانت الدنيا ماشيه كويس، بس لما لقيت في عوق، لما لقيت في تقصير، لما لقيت ان في الانتاجيه بدات تقل، تظهر لهم. ساعتها هيتعمل لك الف اعتبار وهياخدوا بالهم كويس قوي من شغلهم خوفا من الطلعه بتاعتك. بس زي ما قلنا
ده يتطلب منك مذاكرة كتير ودعبسة كتير وفهم كتير. هنتعب، وايه المشكلة؟ انت مدير يا مدير، براحتك، اعمل اللي انت عايزه. لان في الاول وفي الاخر زي ما اتفقنا، انت عندك بيزنس مانجمنت، انت المفروض تدير البيزنس اللي انت مدير في الترس بتاعه، او في المكنه بتاعته، ترس مدير كبير شويه، في مقابل ان انت تقدم للبيزنس اللي البيزنس طالبه منك. لانك لو ما عملتش كده تبقى مقصر في شغلك انت. فاهم حاجه؟ فمفيش حاجه اسمها هو ده مش هيبقى تو ماتش. دي بقى راجعه لك انت اللي شايف الناس بتوعك. هل في اوقات بيبقى فيها الضغط؟ صح، اكيد. هل في اوقات بيكون فيها بيسموها ايه بالانجلش كده، اللينينسي، اللي هي المرونه في التعامل، بتكون مطلوبه؟ طبعا. مين اللي يقدر يحدد اذا كنت هبقى شديد ولا هبقى لين مع الناس؟ انت. بايه؟ بخبرتك، بتعاملك مع الناس، بمعرفتك بيهم. كل ده هياخد وقت. ما تستعجلش. ما تحسش انك النهارده بقيت مدير في خلال اسبوع لو مفيش نتائج حصلت يبقى انت كده فشلت. لا، ما توهمش نفسك. واخد بالك؟ لازم تاخد وقتك، لازم تاخد وقتك، لازم تاخد وقتك، ووقتك ده يكون مع الناس دون ان تقصر في حق البيزنس، والعكس، انك تركز على البيزنس دون ان تقصر في حق الناس، البالانس اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت. فده باختصار برضو كده، لو انت رحت مدير في مكان جديد تعمل ايه. وبكده تكون حلقه النهارده خلصت، كانت حلقه صغنونه شويه. هنكمل الحلقه التانيه بقى الحلقه الجايه ان شاء الله في السيناريو الثالث والاخير باذن الله، اللي هو سيناريو انك هتكون ماسك تيم جديد طالع فريش، هتعمل معاهم ايه. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. سلام.